كنت تعرف ان لون لسانك من اكتر الحاجات اللي بتقولك انت عامل دايت بشكل صح ولا غلط؟ انا دكتور ندى عادل وهقولك دلوقتي لسانك بيقولك ايه عن نوع الدايت اللي انت عامله وكمان عن معدل الحرق بتاعك. لون اللسان الباهت ده او الشاحب بيقولك ان انت في الغالب عندك نقص في الحديد او عندك نقص في فيتامين بي 12، وده طبعا بيخلي معدل الحرق عندك ضعيف. فبالتالي لو انت لسه هتعمل دايت فانت محتاج تعمل التحليلين دول علشان تبدا الدايت كده ايه بكل سهوله. ولو انت عامل دايت والعرض ده ظهر عليك فبالتالي انت عامل دايت بشكل غلط. وبرده لو لسانك احمر زياده عن اللزوم فده بيقول ان في مشكله. اما لو لسانك دايما متغطي بطبقه بيضه كده انت مش شايف لونه فده معناه ان جسمك منهك وضعيف جدا، انت مش بتشرب ميه كويس والهضم عندك كمان مش كويس. فبالتالي محتاجين نظبط الهضم ونشرب ميه كتير جدا. الطبقه البيضاء اللي على لسانك دي بتقولك ان جسمك بيشتكي وجسمك تعبان، فانت محتاج تظبط ده. اما بقى الناس اللي لسانها مليان تشققات فده في الغالب نقص زنك او فيتامين ايه، ودي من الحاجات اللي بتاثر على المناعه بتاعتك وبتخليها ضعيفه. يعني ببساطه لو انت لون لسانك عادي ما فيهوش اي مشكله وبدات دايت وحصل حاجه من الاعراض اللي انا قلتها دي، ده بيدل ان في غلط في الدايت اللي انت عامله. او لو انت لسه هتبدا دايت وعندك مشكله من الحاجات دي فانت محتاج تحلها الاول علشان الدايت يكون سهل ومجرد ما تعمله تلاقي نتيجه على طول تبسطك. وبس كده، انا دكتور ندى عادل ودي وايت هوب كلينيك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.